السلام عليكم، اخباركم ايه؟ عايز اتكلم معاكم في الفيديو ده على نادي الزمالك بيحذر من مساس جمهوره. في بيان منذ قليل اصدره نادي الزمالك على صفحته الرسميه، حذر فيه رابطه الانديه ولجنه المسابقات من المساس بجمهور الزمالك او اتخاذ اجراءات وعقوبات من شانها منع جمهور الزمالك من حضور المباراه الجايه. وده طبعا على خلفيه اعلامي شهير في قناه فئويه كبيره واخد منهج من يوم ماتش الزمالك والاهلي ضد جمهور الزمالك ونادي الزمالك، وحث رابطه الانديه ولجنه المسابقات على اتخاذ اجراءات وعقوبات من شانها منع حضور جمهور الزمالك في المباراه الجايه. كمان نوه البيان ان الاعلامي ده وصل بيه لحد تهديد لجنه المسابقات ومسؤولي لجنه المسابقات في حاله عدم اتخاذ اجراءات ضد جمهور الزمالك الرحيل او الاستقاله. كمان نوه البيان على ان بالطريقه دي هيبتدي الاجراءات او هيبتدي قرارات لجنه المسابقات هتبتدي تتاخد من خلال منابر اعلاميه وليس من قرارات داخليه من داخل الرابطه. كمان طلب البيان من مهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام اتخاذ اجراء شديد وقوي ضد هذا الاعلامي، لان هذا الاعلامي بيثير الفتنه والتعصب بين الجماهير، خاصه انه ليه رصيد سابق على حد البيان في عمل فتنه بين الجماهير قبل كده، وحدوث مذبحه شهيره مذبحه بورسعيد ادت لوفاه واستشهاد عدد كبير من جماهير الاهلي. فهل رابطه الانديه ولجنه المسابقات والمهندس خالد عبد العزيز هيستجيبوا لبيان نادي الزمالك ويحدوا من ظهور هذا الاعلامي، ولا هل هيفضل الاعلامي مستمر ده موجود متواجد دايما ويثير الفتنه والتعصب بين جميع الجماهير؟